وانتي كده محتاره في غدا رومانسي وعايزه كده تعملي غدا رومانسي حلو كده، اعملي الكبده الاسكندراني على طريقتي وصدقيني هتدعيلي. ولادك راجعين من المدرسه ومحتاره تعملي ايه غدا وما عندكيش وقت، هتعملي الكبده دي صدقيني في 5 دقايق بس هتريحك وتبقي عامله اكل مطاعم وحاجه كده تفتح النفس. الكبده معاكي هتبقى طريه وجوسي، ولا الصوص اللي نازل منها الله الله يا سيدي يا سيدي. لو انتوا اول مره تشوفوني فانا ايمي. بس اهم حاجه اللي يجرب الوصفه ما ينساش يكتب لي في الكومنتات ويقولوا ايه رايه في الوصفه. عندي نص كيلو من الكبده هبدا كده اقطعها، وانا بالنسبه لي عشان اقطع الكبده مظبوط بحطها في التلاجة حوالي تلت ساعه كده بتبقى مسكت نفسها علشان اعرف اقطعها بكل سهوله. انا بقى من الناس اللي بتقولي الكبده ما بتتغسلش. الكبده ما بتتغسلش طبعا. لو انت خايفه من الزفاره وخايفه من كل ده، عصره ليمون، معلقه كده من الكمون، نص معلقه كده من التوم المهروس، وسيبيهم 5 دقايق هتلاقي الكبده كده صفت كل الدم اللي فيها والميه اللي فيها. هتغسلي الكبده هتلاقيها زفره معاكي وطعمها مش حلو. واي جزار او اي مطاعم بيقولوا ان الكبده ما بتتغسلش. حابه بقى تغسليها وانتي حره بقى اغسليها، بس مش على ضمانتي. بعد كده ما بدات اقطع الكبده شرايح هبدا كده اقطعها مكعبات. انا النهارده كده مش هقطعها عصافير صغيره، هخليها كده متوسطه معايا، يعني الكبده ماسكه نفسها. عايزه كده لما اكل الكبده الله الله احس كده بطعمها. اكل قطعه كبده مش قادره اقول لكم احلى والذ كبده ممكن ابقى عملتها في حياتي كلها. مظبوطه، طعمها حلو، طريه معايا، مش ناشفه خالص، مقادير سهله، ما فيهاش اي افتكاسه. دايما بشوف افتكاسات غريبه للكبده. الكبده عباره عن ملح، لو انت حابه تضيفي فلفل، معلقه كده من الكمون، وكمان الثوم المهروس وبس. الفكره ان الكبده ما نسيبهاش فتره طويله على النار علشان ما تبداش تنشف معايا ويبقى طعمها مش لطيف. طبعا انت لو عايزه تعملي الكبده بالرده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل لك طريقه حلوه قوي للكبده بالرده، وكمان هقول لك ازاي ان الكبده ما تنشفش معاكي. وكمان باذن الله هنعمل ورقه كبده طعمها حلو كده بتبقى برده طريه وجوسي كده. باذن الله هخليكي استاذه في الكبده. اي انواع الكبده اللي انت عايزاها هعملها لك، وكمان هخليكي بعد كده ما قطعت الكبده معايا عندي طاسه سخنه جدا، وحط خط كده تحت السخنه جدا. يعني انا عايزه الطاسه كده سخنه جدا هنزل فيها ب5 معالق كده من الزيت كبار كده، لان سر الكبده الاسكندراني الزيت. هبدا كده انزل كل كميه الكبده في الطاسه السخنه اللي قد تكون بتغلي شويه. انا مش عايزه خالص الكبده تنزل ميتها، انا عايزه الكبده كده تحتفظ بميتها علشان ما استناش ان الكبده لسه تشرب الميه وحوارات كتير ويخلي الكبده تنشف معايا. مش هقلب خالص، هسيب الكبده كده لحد ما يغير لونها، وبعدين هبدا بعد كده ما الكبده غيرت لونها هبدا اقلب كويس جدا واسيبها كمان، ومش هفضل اقلب فيها. والكبده دايما بتبقى على درجه حراره عاليه علشان تستوي بسرعه وما تاخدش وقت. 5 دقايق بالظبط والكبده بتبقى جاهزه. هبدا كده احط 3 معالق من الثوم، انا بحب الثوم الكتير، بحب كده احس طعم الثوم في الكبده. هشوح كده لمده دقيقه. اول كده ما شميت روايح الثوم هنزل بالفلفل الاخضر، وطبعا انت حابه تضيفي فلفل الوان مش هتقولك لا. هبدا اقلب كويس جدا ومش هستنى خالص لحد الفلفل ما يدبل معايا. انا عايزه الفلفل كده يبقى بيقرش. رشه كده من الكمون، رشه من الملح، رشه بسيطه قوي من الفلفل الاسمر، وكمان من الكزبره. كده تبقى الكبده بتاعتي جاهزه. تعالوا اقول لكم هنعمل فيها ايه. الله الله، عايزه اقول لكم بعد ما خلصت الكبده جوزي قال لي ضيفي لي طماطمتين، بس الطماطم دي مش تبع خالص الكبده الاسكندراني. عشا كده ليله الخميس هيفتح النفس. جنب كده طبق مخلل، قرن فلفل، احشي بقى في سندوتشات، اكلي عيالك غدا. الله الله، يا ريت كده لو عجبتكم الوصفه وما تنسونيش في لايكات كتير وكومنتات، ودايما كده ابقى عند حسن ظنكم. واي حد عايز اي وصفه يا ريت يكتب لي في الكومنتات، وانا باذن الله هشبعكم وصفات الفتره اللي جايه. حابه اشكر كل متابعيني اللي واقفين في ظهري واللي بيدعموني، وباذن الله هعمل لكم كل الوصفات اللي بتحبوها. بعد كده ما الكبده استوت معايا وطفيت عليها عصره ليمونه كده، وبلاش نضيف الليمون وهي على النار عشان ما تمررش معاكي. كل كده بنفس وادعي لي بقى وقولي تسلم ايدك يا ايمي، واحلى والذ كده ممكن نكون كلناها في حياتكم. ايه رايكم بقى؟ حاجه كده اللهم بارك تفتح النفس.